ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بلبن بطريقه حلوه وسهله وبسيطه ينافس اكبر المحلات وتحدي. يلا بينا نشوف عملناه ازاي وطلعناه كريمي قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده طبعا بعد ما برد يا جماعه، ما كانش سخن ولا حاجه. ده شكله، شايفين ما شاء الله تبارك الله. كل الكميه اللي احنا عملناها دي عملناها بنص كوبايه واحده من الرز وكيلو ورتل من الحليب. يلا بينا نشوف عملناه ازاي بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. كل التريكات امشي عليها خطوه بخطوه. اول حاجه معايا نص كوبايه من الرز زي ما انتم شايفين. المج ده متوفر في اي بيت. هتملي نص المج بس عشان الرز بتاعك ما يطلعش كتير. حلو الكلام. هاخد نص كوبايه من الرز دي اغسلها، وبعدين بنزل في الحله بتاعتي كده زي ما انتم شايفين بنص كوبايه من الرز. تمام. بضيف عليها بقى ايه؟ نص رتل من الميه السخنه. مش شرط اساس ان هي ميه سخنه، بس عشان نسرع معانا ايه الوقت. تمام. بشغل عليها النار وبغطي عليها وبسيبها لما الرزايه بتاعتي تستوي وتنفش معايا كده. لو الميه نشفت والرز بتاعك لسه مستواش، تقدري تزودي شويه ميه كمان لحد الرز ما يوصل للقوام اللي انت شايفينه ده. شايفين نفش وملا بقى كتير ازاي في الحله. الرزايه اتسلقت كويس جدا واستوت. تمام. بعد ما استوت كده وبقت معايا بالشكل اللي انت شايفينه ده، بنزل عليها برتل واحد من الحليب اهو. انا بقى هنا مش هضيف اي اضافات دلوقتي، هدي تقليبه من وقت للتاني لحد الحليب بتاعي ما يغلي. تمام. وانا واقفه جنبه كده مش هسيبه ماشي عشان اللبن ما يفرش منك. من وقت للتاني ندي تقليبه، وبعدين يغلي معايا. هقول لكم بعمل فيه ايه. اهو ابتدى يغلي معايا اهو زي ما انتم شايفين. في المرحلة دي بطفي عليه النار وبغطيه وبسيبه لمدة ساعة أو نص ساعة حسب الوقت اللي عندك. أنا سيبته بصراحة حوالي ساعة إلا ربع كده. تمام. بطفي بقى النار خالص وبغطي عليه بيغلي. تمام. أنا عايزة أكتم البخار جواه أهو زي ما انتم شايفين والسخونية دي، واسيب الرز مع الحليب عشان الرزاية تشرب من الحليب وتنفش كده وتبقى طعمها في حتة تانية خالص. هنا بعد ما عدى حوالي ساعة الا ربع، بصوا اللبن عمل طبقة قشطة حلوة. شايفين شكلها اهو. بحاول ان انا اوريها لكم على الاسباتيولا كده زي ما انتم شايفين. وبعدين ابتديت ان انا اقلبه كله في بعضه كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اولع عليه تاني عشان يعني اكمل الحاجات اللي انا هضيفها. بصوا الرزايه بقت عامله ازاي. شايفين؟ هو ده اللي انا بقول عليه. ما بقت مهريه، وهو ده المطلوب اثباته. يعني رز بلبن لازم الرزايه جوه تكون مهريه، مش بتبقي تاكلي طعم الرز باين. تمام. معايا كوبايه الا ربع من السكر، وده المظبوط بتاعه. طبعا لو انت حابه تحطي سكر اقل براحتك، حابه تحطي ازيد براحتك، بس هو ده المظبوط بتاع رتل الحليب ونص كوبايه من الرز. يبقى كوبايه الا ربع من السكر بنفس الكوبايه. سبته يغلي مع بعضه كده والسكر بتاعي داب. وبعدين معايا كوبايه علبه كده من القشطه. مش متوفر عندك قشطه من دي في السوبر ماركت، تقدري تحطي وش لبن، مفيش اي مشكله. بديله تقليبه كده لحد القشطه بتاعتي ما تدوب، بسيبه ياخد ويدي مع بعضه كده. كل الكلام ده مش هياخد منك 15 دقايق. معايا بقى الاضافه المهمه واللي بتودي الرز في حته تانية. طبعا بنضيف نشا. بحط كده للرجل معلقتين ونص من النشا. هو ده الإضافة اللي هتودي الرز بلبن في حتة تانية خالص. معايا آيس كريم بنكهة الفانيليا طبعا. أخدت منه معلقتين كبار كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت معلقتين ونص من النشا. خليكم فاكرين معلقتين ونص بس عشان يطلع معاكي كريمي قوي. وبعدين حطيت عليهم حوالي ربع كوباية من المية، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. كل حاجة دابت مع بعضها وعمل زي فوم كده. هو ده المطلوب. يلا بينا نروح بقى عند الرز بلبن بتاعنا اللي بيغلي والكريمة او القشطة دابت جواه. شايفين بيغلي اهو. بصوا قوامه لسه خفيف. هننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو النشا والايس كريم، ونقلب نقلب نقلب عشان ميبقاش فيه كلاكيع، يبقى كله واحد وكريم. لازم ايدك تكون بتقلب بسرعة وانت بتصبي النشا والايس كريم. بصوا بقى شكله عامل ازاي. بصوا قوامه، يعني مش قادرة اقول. بصوا ربط بسرعة ازاي. شايفين؟ كريمي جدا.
معلقتين ونص بس يا جماعة من النشا عشان ما تزوديش ويطلع معاكي بالخرطة زي ما بيقولوا. لا، عايزينه يطلع كريمي حلو كده وبيدوب في البق. بص شايفين القوام؟ بعد ما بقبق بقى معايا وغلى كده زي ما انتم شايفين، النشا بتاعتي استوت، بطفي عليه النار وباخده بقى اغرفه في الاطباق. بصوا قوامه، بصوا حلاوته يا ناس، احلى رز بلبن بجد. هنبتدي بقى نعبي البولات بتاعتنا القمر دي. تعبيه بقى بولات، كوبايات، كاسات، اطباق، انتي وراحتك حسب المتوفر عندك. تعبيه في علب يعني. طبعا تقدر تعملي الكميه اللي انت عايزاها. لو عايزه تضاعفي الكميه وتوزعها على حبايبك مفيش اي مشكله. كل حاجه عندك ضعف بس الكميه من كل حاجه. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ طبعا لسه سخن، لما يبرد هيتقل شويه كمان. عمل معانا كميه حلوه زي ما شفتوا معانا في اول الفيديو كده. عمل معانا 10 آه، اطباق او كاسات. ما شاء الله تبارك الله. بصوا يعني احنا الجو اللي احنا فيه ده مش عايز غير حاجات حلوة زي كده، وخصوصا ان احنا في الاجازة. عايزين نبسط الاولاد وندلع. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ كريمي جدا. طبعا بنسيبه لما يبرد، ما بيتاكلش يا جماعة وهو سخن قوي. في ناس تحبه دافي زي حالاتي، وفي ناس تحب لما يدخل التلاجة. جربوه، الطريقة تعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي كومنت حلو، كومنت حلو زيكم كده. اشوفكم بخير في فيديو جديد. بصوا شكله ما شاء الله تبارك الله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.